ناس كتير فاكرين كندا جنة، فلوس كتير، شغل مضمون، ونظام بيحترم الناس. بس الحقيقة الصورة دي ناقصة كتير. أنا هنا مش جاي أبيع لكم حلم ولا جاي أخوفكم من كندا. أنا جاي أحكي لكم عن كندا اللي أنا عايش فيها بقالي سنين وشايفها بعيون حقيقية، بعيد عن صور الانستجرام والكلام اللي احنا بنسمع عنه كتير قوي. اول ما جيت هنا في ناس كتير حذرتني ان الجو هنا وحش جدا في الشتاء، لكن المشكله دي ما كانتش بالنسبه لي، لان انا كنت جاي من بلد جوها زي كندا بالظبط وممكن اسقع كمان، فمتعود على الجو ده، مفيش مشكله بالنسبه لي. لكن فعلا لاحظت ان في ناس كانوا بيعانوا جدا من البرد، سواء نفسيا او جسديا. الشتاء هنا طويل جدا وساقع، درجات الحراره ممكن توصل لسالب 40 وسالب 45 في بعض الاماكن. التلج شكله حلو، بس لو قعدت في فترة طويلة بيتعب الناس نفسيا لأن هم مش متعودين على الجو ده. بس من أكتر الحاجات اللي كانت صعبة الإحساس بالغربة، تحس إنك بتتعلم كل حاجة من البداية، إزاي تعمل الضرايب، إزاي تقدم على شغل، وإزاي تتعرف على ناس جديدة وتبني دايرة من الأصدقاء حواليك. وبتحس اللحظة دي اللي ناس كتير جربوها في الغربة، أنا بعمل إيه هنا؟ ومع الوقت لقيت حاجات كتيرة خليتني أتمسك بالبلد دي. أهم حاجة الأمان، ممكن تمشي الساعة 2 الصبح من غير أي مشكلة، مفيش حد هيطلع عليك، محدش هيخوفك، محدش هيحاول يسرقك. القوانين واضحة وصريحة، مفيش واسطة، مفيش انت تعرف مين، مفيش انت عارف انا مين. المدارس هنا مجانا للأطفال كلهم. انا فاكر اول مرة رحت فيها الدكتور هنا الدنيا كانت منظمة جدا، بتقعد فترات طويلة في الانتظار بس كل حاجة منظمة. انا فاكر اول مرة رحت للدكتور، الدكتور سمعني في كل حاجة قلتها، مفيش اي مشكلة، خلاني اعمل تحاليل كلها، والتحاليل كلها وكل الحاجات دي كلها كانت مجانا، ما دفعتش ولا مليم. ودي حاجة مش كل الناس بتشوفها في أي دولة. وحاجات ممكن تحسوها بسيطة جدا زي الباص بيجي بالدقيقة بالظبط، مفيش حاجة اسمها تأخير هنا، ولو اتأخر بتبقى حاجة فعلا خارجة عن الإرادة. لكن خلينا نكون واضحين، كندا مش مكافأة جاهزة لأي حد، كندا مشروع طويل وصعب. الأسعار هنا غالية والإيجارات عالية جدا، والأكل والفواتير مش رخيصة، ومفيش حد هيحضرك للصدمات النفسية اللي انت هتقابلها هنا، منهم الحنين لبلدك، فقدانك لناس كتير كنت بتشوفهم كل يوم، واللحظات اللي بتحس فيها انك لوحدك حتى لو حواليك ناس كتير. لو جاي وعاوز تجمع فلوس وبس غالبا هتتفاجئ انك بتصرف كل الفلوس دي، ولو فاكر النجاح هنا سريع تبقى غلطان، لان النجاح هنا بياخد سنين طويلة. الهجرة مش جايزة، الهجرة ده طريق طويل، الهجرة مشروع حياة كاملة ومحتاج صبر، ومحتاج انك تبقى مؤهل نفسيا للي انت هتقابله. في الاخر انا مبقولكش تيجي او ما تجيش، كندا بلد جميلة جدا، بس عاوزاك تفهمها كويس، تذاكر كويس ليها وتجتهد وتتعب، لان كل ما تجتهد هنا وكل ما هتتعب هنا كل ما هتنجح وهتوصل لكل اللي انت عاوزه. انا بدأت القناة هنا عشان اعرف الناس كندا بعيون واقعية، بعيوني انا زي ما انا شايفها. انا ما بقولش ان كندا وحشة زي ما الناس متخيلة، ومش طالع اشتكي من كندا. كندا ليها تحدياتها، كندا بلد جميلة جدا زيها زي اي دولة تانية، فيها الحلو فيها الوحش، بس المهم ان انت تقدر تغير طريقة تفكيرك علشان تقدر تعيش فيها كويس وتنجح فيها. لو حابين تكملوا الرحلة دي معايا وحابين تعرفوا كندا من غير فلاتر ولا تهويل، اشتركوا في القناة معايا واكتبوا لي اسئلتكم في التعليقات تحت وانا هجاوبكم عليها ان شاء الله. واشوفكم في الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.